أسرع وأسهل طريقة جلاش ممكن تعمليها، مش هتاخد منِّك حرفيًا 5 دقايق وتطلع معاكِ بالشكل ده كده، من غير بقى ما تفردي ولا تورّقي كده طبقتين ولا الكلام ده خالص، في ثانية هتكوني عملتيها. تعالي نشوف مع بعض إزاي، بس قبل أي حاجة طبعًا زي ما متعودين مع بعض نسمّي الله كده ونصلّي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الأول كده هنجهّز الصينية بتاعتنا وندهنها كده بمعلقة من السمنة البلدي، وطبعًا يُفضّل سمنة بلدي زي ما قُلت لكم قبل كده بجد السمنة البلدي بتفرق جدًا في الحلويات، لكن لو مش متاحة عادي نستخدم أي نوع سمنة إحنا بنستخدمه أو بنفضّله. وهتجيبي لفة الجلاش بتاعتِك زي ما هي زي ما أنتِ جايباها كده من السوبر ماركت، واللفة بتاعتي هنا كان وزنها 500 جرام، وهتقطّعيها قطع بالشكل ده كده. طريقة الجلاش دي كانت ترند كده من فترة، بس بجد جميلة جدًا، أنا جرّبتها وكانت حلوة أوي. هتقطّعيها قطع بالشكل ده كده، وحاولي القطع بتاعتِك تكون إلى حدٍ ما متساوية، ورصيها جنب بعضها في الصينية بالشكل ده. الفرن بتاعنا سخن، هندخّل صينية الجلاش بتاعتنا وهنسيبها لحد ما تاخد اللون الأحمر من تحت ومن فوق. هنا معايا حوالي ربع كوباية كده من السمنة الدايبة، هانزل بيها على الجلاش بتاعي. زي ما أنتِ شايفة كده، وزي ما قُلت لِك فرن سخن، وهندخّل صينية الجلاش بتاعتنا وهنسيبها لحد ما تاخد اللون الأحمر الحلو من فوق ومن تحت. الشربات اللي هنستخدمه النهارده شربات تقيل بارد، كوبايتين 2 من السكر، عليهم كوباية ونُص من المَيّة، معلقة من العسل الجلوكوز ممكن نستبدلها بعسل أبيض، عصرة نُص ليمونة، نرفعه على النار يغلي لمدة 7 دقايق، نسيبه لحد ما يبرد خالص ونضيف ليه الفانيليا. الشربات بتاعنا هنا تقيل بارد، لفة صينية الجلاش تطلع من الفرن سخنة والشربات بارد، وننزل بالشربات على الجلاش بتاعنا وهو سخن، وغطّيه كده وسيبيه حوالي 5 دقايق لحد ما يتشرب كل الشربات اللي إحنا ضفناها عليه. أسهل وأسرع صينية جلاش ممكن تعمليها، مش هتاخد معاكِ وقت خالص، وبجد جميلة جدًا، طعمها حلو. عندِك بقى كده جوز هند تمام، عندِك سوداني مجروش برضه براحتك، الفستق الكدّاب اللي إحنا عملناه مع بعض، ما عندكيش أي حاجة خالص، هي كده جميلة جدًا، وربنا يحسن ما بين إيدينا دايمًا جميعًا يا رب. ويا ريت كده ما ننساش زي ما متفقين مع بعض نصلّي على الرسول قبل أي حاجة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.